محمد صلاح. نتكلم عن محمد صلاح، قضية مهمة جدا. محمد صلاح في نغمة كده مش ظريفة، وطالعة في إنجلترا دلوقتي بتنتقد محمد صلاح وبتقول لك لا ده هو السبب الرئيسي في تراجع أداء ناديه أو تراجع أرقام ليفربول الفترة اللي فاتت دي. وهي بصراحة يعني نغمة مش يعني نبرة كده تحس إيه مكايدة. أقولها بكل صراحة، يعني روح غير رياضية مكيدة. الناس شايفة إنه الراجل ده نال اللي محدش حاز عليه في ليفربول من قبل، وتحديدا يعني يمكن تجديد عقده النهارده موسمين مش موسم واحد، وبرقم كويس جدا يتناسب مع قيمة ومكانة وإمكانيات محمد صلاح. وبصراحة النغمة دي يعني احنا كمصريين انا بشوفها كمكايدة، يعني ما بشوفها مكايدة مش اكتر، وروح مش رياضية على الاطلاق. مش بس كده، كمان في غياب رؤية فنية تماما اللي بيحاول البعض انه يخفيها بقصد. طب النهارده كام؟ النهارده 21 اكتوبر. تذكر معايا انه في مايو الجاي ان شاء الله محمد صلاح ده في نهاية الموسم، وانا هفكرك هيكون بالارقام افضل لاعب في ليفربول. وعلى فكرة محمد صلاح اعتقد يعني انه ماشي لحد دلوقتي كويس جدا، بس احنا اللي مش واخدين بالنا. في ناس بتحب ما تاخدش بالها. اللي قاعد النهارده يحلل في ليفربول وبيحلل ماتشات الدوري الانجليزي، انت حبيبي مش واخد بالك ان انت غيرت كل اللعيبه حوالين الراجل ده. انت جبت فيرتس في الوسط، جبت ايزاك، جبت اوجو اكيتيكي في الهجوم. كل دول صلاح بيلعب مع طقم جديد في الهجوم. فانت ما خدتش بالك ان كل دول محتاجين وقت مع صلاح اللي هو الافضل لحد دلوقتي. بالعكس صلاح لما تقول عليه تراجع وليفربول بيخسر، فدي شهاده في حق محمد صلاح انه محمد صلاح ده في النهايه يعني ليفربول هي محمد صلاح. وخاصه في اوروبا انت بتتكلم عن لعبه جماعيه بنسبه 100%، ولكن في لاعب بيكون الألفا المايسترو الهداف، هو ده محمد صلاح. من 2017 لحد دلوقتي انت بتدعم محمد صلاح مش عشان حاجة، علشان أرقامه هي اللي خلتنا ننجمه. اللي سجل من كام يوم بس أهداف صعودنا لكأس العالم. واثقين إن شاء الله أنه هيعمل مع ناديه، هيكسب بطولات، هيعمل فروقات. في وجود وتألق محمد صلاح أعتقد يعني الموضوع غير. فاحنا انا بحس في اي حته في اي مجال، يعني احنا اللي بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. لما نحب نعمل نفسنا مش واخدين بالنا بنلاقي للاسف شويه ناس كده بتصدقنا وبتروح على هوانا، بس مش دي الحقيقه.